بصلوات قداسة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث وشريكه في الخدمة الرسولية حضرة صاحب النيافة الأنبا فام أسقف طمع، يسر دار أنطون للصوتيات والمرئيات أن تقدم أحدث إنتاجها فيلم قصة حياة القمص يسّا ميخائيل. سيناريو وحوار الأستاذ الدكتور نبيل راغب. مراجعة القمص شنودة القمص صموئيل. إشراف وتقديم حضرة صاحب النيافة الأنبا فام. إخراج ماجد توفيق. دار أنطون اسم بيرتبط بخدمة الكنيسة في كل مكان. أنتجت العديد من الأفلام الدينية لسير الآباء القديسين والكتب الروحية. دار أنطون بتهتم بإنتاج أواني المذبح بجودة عالية وبتصل بإنتاجها لكل قارات العالم. تابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب دار أنطون تي في وجريدة دار أنطون الإلكترونية التي تطبع في أوروبا. دار أنطون، تاريخ من الإبداع والتميز. بسم الآب والابن والروح القدس واحد أمين. أولا بنشكر الله لوجود جسد القديس أبونا يسّا في البرشية. حقيقة ده سبب بركة كبيرة جدا ليس للبرشية فقط إنما للكنيسة كلها، يعني نقدر نقول هو بركة للعالم كله. وأبونا يسّا حقيقة إنسان كان بسيط جدا وكان عايش في إنكار للذات بشكل عجيب جدا، وده حقيقة الشرط اللي السيد المسيح وضعه للذي يتبعه أن ينكر نفسه. وعشان كده ربنا في الوقت وهم بعد ما دفنوه وحطوه في المقبرة على طول ربنا أظهر مجده فيه في إن خلى المقبرة تنور. فالناس أول ما سمعت إن المقبرة بتنور كله جه ناس جت عشان تاخد بركة وتشوف الحكاية دي، فحسوا بإن ده السما اختارته، فحبوا الناس ياخدوا بركته. طب هياخدوا بركة منه في إيه؟ مقبرة منورة لكن هو مدفون هو في وسط الرمال. فكل اللي عملوه الناس إنهم ياخدوا من الرملة اللي جنب المقبرة دي، اللي مريض يشفى، اللي في مشكلة تتحل، وهكذا. فياريت إن كل اللي يسمع قصة أبونا يسّا ده إنه يتعلم إزاي ينكر ذاته عشان ربنا يتمجد فيه وهو يمجده ربنا في الدنيا وفي الآخرة. احنا بنشكر في النهاية الأخ ماجد توفيق اللي هو يعني المخرج، ودار أنطول اللي هو بيطلعوا الإنتاج، على تعب محبتهم لإظهار هذا القديس في فيلم علشان يعني الكل بقى ياخد باله منه ويشوفه ويتمتع بقصته وحياته. ونتمنى إن كل إنسان يسمع قصة حياته يعيش في حياة إنكار الذات. ولإلهنا كل مجد دام أبدي آمين.
اسم الصليب، ده انا لسه منفضها. لو سمحت. ايه خلصت؟ انا كل ما انفض العربيه بيه الاقي الرمل رجعت تاني. ايه اللي بيحصل ده؟ ما تقلقش، خليت امجد اسم الرب. بس الموضوع كنت انا في مزار ابونا ياسر الخيل، وخدت شويه رمل بركه رشيت بهم العربيه، وخدت شويه رمل ليا انا كمان. طب اخد حبه رمله بركه لمرات العيانه. لا سيبك من الرمل ده. خد يا سيدي الرمل دوت، لو عندك ايمان حقيقي تحطه في كوبايه ميه وتشرب معلقه منه. وخد الزيت ده برضه بركه من ابونا ياسر. يتمجد اسم الرب. رمل يصنع المعجزات. رمل يصنع المعجزات. كل الجرايد كاتبه عن موضوع الرمل ده. شفت حكايه الرمل اللي بيصنع المعجزات ده؟ رمل يصنع المعجزات؟ مش مصدق؟ اهو مكتوب اهو. وريني يا ست. جايز. صدق اللي سماك توما. ما تنسيش يا انسه مريم ان توما كان من تلاميذ السيد المسيح. محدش قال حاجه، بس توما هو اللي ما صدقش ان السيد المسيح قام من الاموات الا بعد لما حط ايده في جنبه علشان يتاكد من مكان الحربه. عموما انا كنت ناوي اسافر كوم غريب عشان اعمل تغطيه صحفيه شامله بالصوت والصوره عن حياه القمص ياسر ميخائيل. وحكايه الرمل دي هتخليني اعمل الرحله دي بسرعه عشان اتاكد. جايز. كان نفسي اجي معاك واخد بركه القديس، لولا موضوع كنيسه المعلقه ده اللي لازم اغطيه. بس انا اللي مضايقني ان انت رايح وجواك شك مش ايمان. جايز، لكن انا رايح علشان اجيب كل الادله اللي تؤكد قداسه القمص ياسر ميخائيل، عشان اللي ما يعرفش يعرف. واللي مش متاكد يتاكد. جايز. انت فاكره انك هتغيظيني؟ ده انت اللي شكلك متغاظ عشان انا اللي هعمل التحقيق ده. طيب ممكن اطلب منك طلب؟ اطلبي يا ستي. عايزه شويه رمل وزيت بركه من عند ابونا ياسر. حاضر. يلا تروح وتيجي بالسلامه. الله يسلمك.
يا ميخائيل. نعم يا جود صابونه. اتعب، هات كرسي هنا وانتظر سستوم الصحفي جاي على الباب. حاضر حاضر يا جود صابونه. تعيش يا حبيبي. سلام. سلام ونعمه. من فضلك ابونا شنودة الاقيه فين دلوقتي؟ حضرتك الاستاذ توما؟ يعرفني منين ده؟ ايوه انا توما. ابونا شنودة وصل من نص ساعه ومستني حضرتك. اتفضل اتفضل معايا. يعني انت متاكد ان هو جوه؟ الا متاكد، طبعا متاكد. جايز. اتفضل. سلام يا استاذ ابونا. اهلا استاذ توما. ايوه يا ابونا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. اتفضل استريح اتفضل. انا فعلا يا ابونا عاوز استريح لان السفر كان طويل بس ما كانش متعب. على فكره دي بركات القديس، عمره ما تعب حد. جايز. معلش يا ابونا انا هاتع قدسك معايا لاني عرفت ان كل المعلومات اللي انا محتاجها موجوده عند قدسك. نقوم نفطر ونشرب الشاي ونبتدي على طول. طب ممكن يا ابونا بعد اذن قدسك نبتدي دلوقتي؟ انا تحت امرك اللي تشوف. يا ريت قدسك تحكي لي كل اللي تعرفه عن ابونا ياسر. ابونا ياسر اتولد في بلد اسمها كوم غريب. الكلام ده كان سنه 1877 من عيله اسمهم بيت الراهب، والاسم ده يبدو كان اسم على مسمى لانهم كانوا عيله مبروكه والناس بسطة. ايامها المدارس ما كانتش متوفره، اتعلم القرايه والكتابه عن طريق كتاب القريه. من هو صغير كان مثال للشاب المسيحي المرتبط بالكنيسه اللي بيصلي باستمرار، منتظم في الاصوام. ناس الكنيسة وأبونا كل الناس بتحبه. وفي سنة 1902 تقريبا لما لقى فرص العمل مش متوفرة في القرية سافر للقاهرة علشان يدور على عمل مناسب. وانت بتعرف تقرا وتكتب وتعمل حسابات يا استفندي؟ حضرتك جربني وشوف. يعني واثق من نفسك؟ كله بإذن ربنا. عموما احنا هنحطك شهر تحت التمرين. والماهية 150 قرش، ولما تثبت هتاخد 170 قرش. الحمد لله، كله نعمة من عند ربنا. ومواعيد الشغل؟ مفيش حاجة اسمها مواعيد شغل، هتفضل تشتغل كل يوم لحد الشغل ما يخلص، إن شاء الله تقعد لنص الليل. وهعمل إيه بالظبط؟ هتعمل حسابات التذاكر المنصرفة والغير منصرفة، وحسابات السهو والخطأ والخصومات. ربنا يقدرني واكون عند حسن ظنكم. من بكره تستلم الشغل يا استفندي. ربنا يخليك. اسم الكريم ايه؟ اسمي سعيد. عشت يا سعيد افندي وعشت الاسامي. لا ايه ده؟ ايه اللي جاب المكتب التالت ده هنا؟ احنا ناقصين، هي الاوضه ناقصه، هي الاوضه مستحمله؟ ليه؟ هو انت ما تعرفش؟ ما عرفت يا سيدي. منك نستفيد. جايبين واحد موظف جديد اسمه ايه؟ ياس افندي. قال ايه؟ يمسك الحسابات. موظف جديد وكمان اسمه ياسا؟ عرفته، ده مكان المرحوم توفيق افندي. الله ينور عليك، فهمت. طب ما مكتبه هناك على الاستاذ سعيد. يا سيدي سعيد افندي عايز الاوضه لوحده، عايز يتمرس علينا، عايز محدش يشاركه في الاوضه. يوم يحصل اللي اسمه ياسا افندي ده معانا؟ هو يا سيدي حكم الطويل على القصير. نعم. قصدي حكم القوي على الضعيف. لا قوي ولا ضعيف، ما تعرفنيش، انا صعب قوي. اما تفصلته من الاوضه. اسمعني يا افندي، احنا بنكمل بعض. قول لي هو يستلم الشغل امتى؟ النهارده، هيستلم النهارده. هو ايه دخله؟ ده باين عليه بلطجي بقى من اولها. ولا بلطجي ولا حاجه، ده جاي بدري اهو. قال ايه مستني سعيد افندي علشان يسلموا الشغل. صباح الخير، صباح النور، صباح النور. صباح الخير يا افندي. اخبارك وصلتنا يا سيدي قبل ما سعادتك تتصرف. ده انا اللي اتشرفت بيكم وبمعرفتكم يا حلمي افندي. مش اسمك حلمي افندي برضه؟ لا انا مش حلمي، انا ادم. وانت عرفت اسمي منين؟ انت باين بقى فيك شيء لله. لا ده سعيد افندي هو اللي قال لي.
سعيد افندي قلت لي. ايوه يا بخته يا هناه، الاوضه وسعت وفضلت له. اتفضل على مكتبك يا افندي. شكرا. كتر خيرك يا رشدي افندي. سيجاره يا افندي. شكرا، ما بدخلش. دي اول القصيده كفر. وعلى فكره يا ريت تبطلها انت كمان. دي احنا بان علينا نتعلم الادب من جديد. دي احنا هنشوف ايام سودة. كل يوم بيمر بشعر ان الوظيفة الميري مش ليا، ده غير ان كوم غريب وحشتني جوي. صحيح انا نجحت في عملي والاستاذ سعيد هيطلب لي علاوة 20 قرش. مفيش يوم اجلت الشغل فيه لليوم اللي بعده حتى لو سهرت لنص الليل. لكن الجهاد ده جنن زملاتي حلمي ورشدي، خصوصا حلمي عشان بانت الهنكرة بتاعتهم، لدرجة إن حلمي مش عايز يبطل تريقة ومسخرة، وكل ما ردش عليه يتجنن أكتر. امبارح لقاني بفطر في صيام العذراء سلام الرب عليها على حلبة خضرة ودجة. قام قال لي رشدي أنا أول مرة أشوف بني آدم بياكل برسيم وتراب. رديت وقلت له ربنا يسامحك. عموما أنا اتأكدت إن ده مش طريقي، وعشان كده عمال أصلي ليل ونهار إن ربنا يرشدني للطريق الصحيح. عموما السلام أمانة للجميع لحد ما نتقابل في كوم غريب في القريب العاجل بمشيئة الله. بصوتي إلى الرب صرخت، بصوتي إلى الرب تضرعت، أسكب أمامه توسلي، أبص لديه ضيقي عند فناء روحي مني. وأنت علمت سبلي في الطريق التي أسلك، أخفو لي فخا، تأملت عن اليمين وأبصرت فلم يكن من يعرفني. ضاع المهرب مني وليس من يسأل عن نفسي. مش معقول يا ياس افندي، بقى بعد ما استريحت لك وثبتك ومهيتك داخله على ال2 جنيه عاوز تسيب الكلام ده كله وتروح بلدك؟ حسيت الوظيفة الميري مش ليا. يا سلام، امال عايز تبقى ايه؟ عايز تبقى الخديوي عباس ولا السلطان حسين كامل بجلالة قدره؟ أنا عايز الوظيفة اللي تملى عليا حياتي. امر غريب يا ياس افندي، اذا كان حلمي ورشدي مضايقينك انا اوقفهم عند حدهم، وخصوصا حلمي لسانه طويل وبيجي حبتين. أني ما قلتش حاجة غير إن هم زملاء أعزاء. ما انت ما بتقولش حاجة ابدا. عموما يا ياس افندي انت في نعمة مش حاسس بيها، وان فاتك الميري يتمرغ في ترابه. كل الناس على وجه الأرض هيتمرمغوا في التراب ومفيش حد هيهرب مني. وانت هتسود الدنيا في وشي ليه على الصبح؟ في 100 واحد مستنيين الوظيفة دي. ربنا يهنيهم بيها. لو لسعك الندم ورجعت لي تاني مش هتطول تشتغل حتى فراش. اللسعة اللي خايف منها لسعة من نوع تاني. ايه؟ فالصورة دي؟ لا فزورة ولا حاجة، كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. طرق كتير حواليك وانت في سكتك، شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك. طرق كتير حواليك وانت في سكتك، شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك. لا الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى إليه، اسعى لشيء واحد، اسعى ورا آخرتك. لا الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى إليه، اسعى لشيء واحد،
اسعى ورا اخرتك. سلم حياتك بحالها يقودها المسيح، ايديه بتجرح وتعصب وتشفي الجريح. سلم حياتك بحالها يقودها المسيح، ايديه بتجرح وتعصب وتشفي الجريح. طرق كتير حواليك وانت في سكتك، شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك. طرق كتير حواليك وانت فين سكتك، شهوات كتير بتناديك وانت ايه شهوتك. لا الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى اليه، اسعى لشيء واحد، اسعى ورا اخرتك. لا الجاه ولا السلطان ولا مال بتسعى اليه، اسعى لشيء واحد، اسعى ورا اخرتك. جبت لنا ايه من مصر؟ جبت لكم حاجات حلوة. خد. واني خد. حلاوة مصر أحلى جوي من حلاوتكم غريب. هما اللي عنديهم نبوت الغفير في مصر. عنديهم كل حاجة، دي مصر أم الدنيا، بس كوم غريب حلوة بيكم. وحشنا قوي يا استفندي. انت اكتر يا عم توفيق. يا استفندي، ده انت سايبنا من يجي سنه. الاولاد في مدارس الاحد كانوا دايما بيسالوا عليك. يا سلام، محبة الأطفال دي مفيش زيها أبدا. ايوه، ما هو من ساعة ما كانوا الحلاوة بتاعت مصر ما بقتش عجبهم أي حلاوة. عارف يا بولس، من ساعة ما اني جيت من مصر وأكلوا الحلاوة اللي جبتها لهم ما حدش اشترى من عندك حلاوة خالص. معلش ما تخافش، بكرة هيهجموا على الدكان ويخلصوا الحلاوة كلها. الحمد لله ان طلعت جزار، هلا كانت خرب بيت انا كمان. لكن انت كيف سبت الوظيفة الميري بالبساطة دي؟ ماني حكيت كل حاجة في الجوابات. ملناش دعوة بالجوابات، احنا عايزين نسمعه منك انت شخصيا. طبعا اني حمدت ربنا وشكرت فضله بعد ما ثبتوني، واي واحد غيري كان بقى من ولاد البندر واتجوز وخلف وعاش هناك. ربنا يبارك لنا فيك يا ولدي. في حاجة جوايا يا عم توفيق بتقول اني مش هستريح غير لما الاقي الطريق اللي ربنا خلقني عشانه. وانت لسه ما لقيتش الطريق ده يا استفندي؟ لسه. وناوي تعمل ايه في الايام الجايه؟ هشتغل في الارض لحد ما ربنا ينور لي طريقي. بس انت يعني يا استفندي عمرك ما حبيت تشتغل في الارض، عشان كده يعني اتعلمت القرايه والكتابه ومسك الحسابات عشان تبقى فندي يعني، كل ده تسيبه عشان تيجي تشتغل في الارض. الشغل في الارض مش عيب. السيد المسيح كان دايما بيضرب مثل بالارض والزارع، وانا حاسس ان السيد المسيح خلقني لطريق تاني. ربنا ينور طريقك يا استفندي. صلوا لي، الصلاة بتعمل معجزات. نهارك سعيد يا استفندي. اهلا 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 اهلا، كيفك يا جوج استفندي؟ الحمد لله. صحيح الشيطان شاط. خير؟ حصل ايه؟ لا خير، بس كل ما ابقى فاكر انني اقول لك تيجي تدرس الولاد في مدارس الاحد الاقي نفسي نسيت. ولا شاطر ولا حاجه، انا من نهار ما جيت من مصر وانا سهران الليل على الكتاب المقدس والاجبيه والسنكسار،
عشان اسلح نفسي كويس قبل ما اتكلم مع الاولاد. ربنا يباركك يا ياس افندي. ده مش كده وبس، لاني فكرت كمان نعمل فصل نعلم فيه اخواتنا الكبار واولادنا القرايه والكتاب. ايوه، وعشان كمان يعرفوا يجروا الكتاب المقدس والايجابيه لوحديهم. ده العلم نور يا جيجي افندي. ده انت اللي نور يا ياس افندي. بركه انك سبت مصر ورجعت لنا بالسلام. وخرج ومضى كالعادة لجبل الزيتون، وتبعه أيضا تلاميذه. ولما صار للمكان قال لهم صلوا لكي لا تدخلوا في تجربة، وانفصل عنيهم نحو 100 حجر، وجسى على ركبتيه وصلى وقال: يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. وظهر ملاك من السماء جويه، وإذ كان في جهاد كان بيصلي بأشد لجاجه، وصار عرجه كقطرات دم نازلة على الأرض، لأنه عارف إيه اللي هيحصل له بعد كده. يا فندي، كل العذاب ده تحمل بابا يسوع عشاننا. ده كان ليلة العذاب الأعظم يوم الجمعة العظيمة. قصدك يا فندي يوم صلب بابا يسوع؟ صح يا ولدي. لكن ليه بابا يسوع كان بيصلي؟ كان بيصلي في بستان جسماني للآب عشان يساعده على تحمل الألم والعذاب، ويغفر للبشر الخطيئة اللي عملها آدم وحواء عند بدء الخليقة لما كانوا التفاحة من شجرة معرفة الخير والشر. صح يا ولدي. دي صورة السيد المسيح وهو بيصلي في بستان جسماني، ما بتفارقش خيالي واصل، واني بفكر وبتأمل في قصة الفداء الإلهي العظيم. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للأثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة. من أجل اسمك صبرت ليك يا رب، تمسكت نفسي بناموسك. انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، عظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا. يا أبتاه إن شئت أن تجيز عني هذه الكأس، ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك. فليتمجد اسم الرب، فليتمجد اسم الرب. دار أنطون اسم بيرتبط بخدمة الكنيسة في كل مكان. أنتجت العديد من الأفلام الدينية لسير الآباء القديسين والكتب الروحية. دار أنطون بتهتم بإنتاج أواني المذبح بجودة عالية، وبتصل بإنتاجها لكل قارات العالم. تابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب دار أنطون TV،
وجريدة دار أنطون الإلكترونية التي تطبع في أوروبا. دار أنطون، تاريخ من الإبداع والتميز. الأولاد في مدارس الأحد يا أفندي بيجوا بيستنوا الدرس بتاعك من أسبوع لأسبوع. دي بركة ربنا يا سيدي أفندي، الإنسان ملوش يد في حاجة. واضح يا أفندي إنك لقيت طريقك أخيرا في مدارس الأحد. يعني يا عم توفيق جربت من الطريق، مش هو الطريق بالظبط بس يمكن يكون جزء منه. ربنا يوفقك وينور طريقك يا ولد. أنا مش هعرف طريقي إلا لما أروح لصاحب الطريق، مش هو اللي قال أنا هو الطريق والحج والحياة؟ قصدك إيه يا أستفندي؟ هتروح له إزاي يعني؟ صورة السيد المسيح وهو بيصلي في بستان جثماني ما بتفارقش خيالي واصل. نفسي أروح الأراضي المقدسة دي وأبوس الأرض اللي باركها برجليه اللي مشي عليها وأمشي في نفس الطريق. ابقى اذكرنا في صلواتك وانت في كنيسة القيامة. انتوا دايما في قلبي وعقلي مهما بعدنا عن بعض. يا استفندي اتأخر قوي يا جماعة، كل اللي راحوا القدس رجعوا وهو لسه ما جاش. ايه الغايب حجته معاه؟ ايه ده بقاله يجي 3 اشهر هناك. يمكن ناوي يقعد هناك. عندك حاجة بقى حد يروح البلاد اللي عاش فيها السيد المسيح ويمشي في الطريق اللي بركه برجليه ويقبع ويرجع؟ عندكوا حق، لكن المسألة مش بالبساطة دي. ما هو لو يا استفندي كان ناوي يقعد هناك كان قال، ده اللي في قلبه على لسانه على طول. المشكلة مش في كده، المشكلة ان ما عندناش حد في كوم غريب راح يقدس السنة دي. كنا سألناه شاف يا استفندي، ما شافوش، قابلوا ما قابلوش. ايوه يا عم توفيق، ولا حتى كان بعت جواب ولا حتى مرسال كنا نطمن عليه. بقى ما فيش حمد يا استفندي الحمد لله على سلامتك يا ولد. الحمد لله على السلامة. معقول الحمد لله على السلامة يا استفندي. كيفك تعال اقعد مطرحك. تعال اقعد مطرحك. اتفضل. يا سلام، أنا عشت في الأرض اللي قدستها أقدام السيد المسيح. كنت ساعات بحس
إنه بيبص عليا، عاوز يكلمني. سمعت صوته الحلو في بستان جسماني، كان حلم إلهي عجيب ما كنتش عايز أصحى منه. حلم ولا حقيقة؟ في الحاجات المقدسة دي يا عم توفيق مفيش فرق كبير بين الحلم والحقيقة. على كده نقدر نقول إن ربنا نور طريقك ولقيته أخيرا. فعلا يا عم توفيق، لقيت سعادتي كلها في خدمة ربنا. ايه يا ياس افندي، نويت تترهبن؟ الرهبنة شيء عظيم يا جرجس افندي، وانا ضعفي يمكن ما استحملهاش. امال لو تعمل ايه يا ولدي؟ نفسي اكرس حياتي لخدمة الناس، كل الناس، زي ما كان السيد المسيح بيعمل. طب انا هقول لك رأيي يا ياس افندي. اتفضل يا عم توفيق. صحيح احنا عندنا 2 كهنة في الكنيسة وبنحبهم قوي قوي من كل قلوبنا. فعلا. لكن ابونا مشرقي كان بيقول ان الكتاب بيقول ان الحصاد كتير والفعل قليلين. يقصد ان الخدمة اتسعت وانها محتاجة لشباب جديد امثالكم يعني. واذا كنت انت يا ياس افندي عايز تخدم الناس فما فيش احسن من الكاهن هو اللي ممكن يقوم بالمهمة دي. ايه يا ياس افندي؟ السكوت علامة الرضا. وانا مين عشان اقدر ارضى ولا مرضاش؟ المهم جلال الكهنوت يرضى عني، دي مسؤولية خطيرة قوي. بس خلي بالك يا ولدي، الكاهن لازم يتجوز قبل ما يترسم. تعرف يا سي توفيق ان ياس افندي قلقان قوي النهار متجوز. دي حاجة تقلق يا ابو بطرس. مريم مرته قالت لي ان كل ما يقرب اليوم اللي هيترسم فيه قسيس هيخاف اكتر واكتر. فعلا احساسه بالمسؤولية تقل قوي، وده هيبقى كاهن عظيم لانه المسألة بالنسبة له رسالة مقدسة مش مجرد وظيفة او خدمة. ده فرحة اهاليكم غريب ما تتقدرش لما عرفوا انه هيترسم قسيس، وربنا كمان اداله بنت حلال هتقف معاه وتساعده. ودي اكبر دليل ان دي ارادة ربنا، وان شعبكم غريب كله عايزه. وأصبح القس يسا ميخائيل كاهنا على كنيسة الأنبا شنودة رئيس المتوحدين. سلام يا مريم. سلام لك يا ابونا. مالك يا مريم؟ قلقانة ليه؟ قلقانة عليك قوي يا ابونا، كده برضك واقف على رجليك طول النهار من غير لقمة تسند بها قلبك. ما حدش بيموت من الجوع يا مريم. انا هروح احضر لك لقمة تاكلها. يا ابونا باين عليك التعب قوي. عارفة يا مريم، أنا بصلي لربنا إنه يقدرني أتعب لكل الناس. يا سلام يا مريم، مفيش أجمل من مشاركة الناس مشاكلهم وهمومهم. ربنا يقدرني ويساعدني أنور لهم طريقهم زي ما ربنا نور لي طريقي. ربنا يخليك ليهم يا ابونا. امبارح المقدس استفانوس قال لي ان ابونا يسا عامل فصل لمحو الاميه والتعليم للكتاب المقدس، وما تصورش قد ايه كان فرحان لما ابتدى يحس ان هو فاهم كلام ابونا وتاملاته. بوي يعني ابوي ممكن يقدر يقبل واحد زي حالاتي لا يعرف لا يقرا ولا يكتب ويعلمه القرايه والكتابه من تاني؟ ممكن يا اخي، مش ممكن ليه؟ ساعتها مش هبطل قرايه الكتاب المقدس واصل ولا حفظ المزامير، وعلى كلا لما نشوفه نبقى نسالوه. حظك في رجليك يا عم، ابونا لسه جاي اهو. ابو نجيب كيف الحال؟ كيف الاحوال؟ الحمد لله ابونا. لسه كنا جايبين في سيرتك. على الله تكون بالخير. طبعا بالخير. ده امبارح المقدس استفانوس قال لنا
على فصل محو الأمية ودرس الكتاب اللي حضرتك فتحته. ايوه، فقلت اجي انا والاخ سمعان عندك عشان تعلمنا القرايه والكتابه يعني. وتيجوا ليه؟ ما احنا فيه. اقعد. جرجس يا رمانيوس، تعال ابونا هيقرا الكتاب المقدس. تعال. سلام يا ابونا. اقعد اسمع، اقعد اسمع. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ربنا بيقول لنا في إنجيل متى: تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. يعني لازم نعيش حياة الاستعداد التام والدائم طول حياتنا على الأرض، عشان بعد عمر طويل يعني لما نروح له نسمع صوته الحنين وهو بيقول لنا: تعالوا إلي يا مباركي أبي رثوا الملك المعد لكم منذ تأسيس العالم. كيفك يا ست تفيدة؟ سلام يا بوني. اتفضل اشرب عندنا الشاي. الله يخليكي، بس أنا رايح الكنيسة دلوقتي. دقيقتين بس يا بوني عشان البركة تحل بالبيت. ده احنا اللي هناخد بركة. ده انت الراجل البركة اللي ربنا بعتك لبلدني. اتفضل يا بوني اتفضل. اتفضل. اتفضل يا بوني. يا جداني الشيخ الاسواني مش درياني. عملك دلوقتي. انت رحت فين يا ست تفيدة؟ مش قلتي دقيقتين يا ست تفيدة؟ الناس مستنيني في الكنيسة. تشرب الشاي بس يا بوني وبعدين تروح لحبايبك. طب تعالي عشان نصلي. حالا يا بونا حالا، مش هأخرك. هو ده برضه اتفقنا. خلاص اغلي قشر البرتقال دي. ابونا راجل طيب ومش هيقول حاجه. كرم الضيافه واجب برضك. اهي حاجه تسد وخلاص بدل الكسوف والخيمه. معلش بقى يا ست تفيدة، ما تزعليش مني، انا لازم امشي. ما تزعلش انت مني يا بوني. اتفضل. معلش يا بوني انا كنت متلهوجه. يا رب يعجبك. يا سلام، احلى شاي شربته في حياتي. صحيح يا بونا؟ هكذب عليك يا ست تفيدة؟ استغفر الله يا بونا، مش قصدي. الواحدة من لهوجتي بقت مش عارفة بتقول ايه. أبانا الذي في السماوات. آمين. سلام. مع السلامة يا بوني، حلت البركة. دي شاي مش قشر برتقال. دي ألذ شاي دقته في حياتي يا بوني يا بوني يا بوني يا بوني. الراجل ده جديد، ربنا اداله على قد نيته. صحيح اللي ربنا يحبه يحلله دنيته. انا ما كنتش متصور ان قريه صغيره زي كوم غريب محدش يسمع عنها حاجه يعيش فيها قديس معاصر زي ابونا ياسا ميخائيل. لا حضرتك لسه ما عرفتش المعجزات المذهلة
اللي عملها ابونا يسا ولا التجارب الصعبة اللي مر بيها. على كده حياته كانت سلسلة من المعجزات. لا ده مش في حياته بس، وبعد مياته كمان. يا ريت يا ابونا اشوف معجزة بنفسي عشان اصدق. لا هتشوف يا استاذ توم. لا قدسك واثق قوي. ابونا يسا عمره ما خيب راجع حد طلب حاجة منه. ياه للدرجة دي؟ جايز. لا ده ابونا يسا كان على موعد مع التجارب اللي كان اصعبها انه فقد ابنه الوحيد. يا رب يسوع، معقولة؟ لتكن إرادتك يا رب. يلزمش أي حاجة يا أبونا. لا يا سيرجيوس، أبوك محتاج لك أكتر مني. صدقني هو قال لي لو كان يقدر يجي ما كانش اتأخر أبدا. عارف يا سيرجيوس، عارف. ده أخوي وأنا عارفه كويس. ربنا معاك يا أبونا. ربنا استرد ودعته يا سيرجيوس، زي ما قال أيوب النبي. وزي ما قال داود النبي لما فقد ولده: إني ذاهب إليه أما هو فلا يرجع إليه. لو كانت الناس واعية بالحقيقة الأزلية دي كانت الدنيا بقت حاجة ثانية. يا أحبائي، الموت هو انتقال من حياة محدودة لحياة أبدية غير محدودة مع رب يسوع. عشان كده احنا بنفرح ونحتفل في عيد نياحة القديسين والشهداء، وبنفرح بأعيادهم. وإذا كانت العروس بتلبس أبيض عند زفافها للعريس البشري، فما بالكم بقى بالنفس البشرية وهي تتزف لعريسها السماوي. لازم نفرح بيها ونلبس أبيض عليها. أما بقى عن موضوع المعجزات اللي سألتوني عليه، عايز أقول لكم إن أي حاجة يدخل فيها ربنا ببركته ما هياش معجزة، لأن الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هي معجزة عندنا إحنا بس كبشر عاجزين ومحدودين، وهي دي عظمة المسيحية. طب زياداكي بقى يا أم إبراهيم، ما كفكيش حزن على ولدك 10 سنين؟ كفاية اسمك هيفضل العمر كله أم إبراهيم. إحنا كلنا رايحين له، لكن هو مش هيرجع أبدا. ابني وحيدي أفضل أبكي عليه العمر كله. وكانت في واحدة ست بتبكي لجفاف اللبن في ضرع جاموستها ومش لاقية اللبن لابنها. شافها أبونا يسا ميخائيل، أخد شوية مية وصلى عليها ورش الجاموسة. احلبيها وشربي الولد من لبنها. على كلمتك يا ابونا هحليبها. أشكرك يا رب، أشكرك يا رب، أشكرك يا راجل المعجزات، أشكرك يا راجل يا بركة، أشكرك. كيفك يا معلم؟ بخير يا جود سابونا، ربنا يخليك لينا. يا سلام ونعم الأخلاق، كل ما بشوفك بفتكر أبوك الله يرحمه. انت الخير والبركه بتاعتنا يا جود سابونا. عاوزين لك راطلين لحمه بس ايه عجب. السنان ما بقتش تقدر الا على اللحمه الطريه بتاعتك. من عينيا يا جود سابونا. ايه راي جودسك في اللحمه دي؟ عاوزين لك راطلين والفهم لك. خلي اللحمه عندك يا معلم فؤاد، خلص مشاويري واجيلك.
اللحمة الطرية جيل. تعال بقول لك ايه، توزن رطلين عظم من دول، ولما يجي جود سابونه تبقى ايه تسلمهم له. اتحرك. الفرة مسكت في الفراخ يا ابونا، وكل يوم تموت فرخة ولا اتنين، واحنا عايشين على بيع البيض وتفريغ، وما حلتناش اي حاجة في الدنيا غير كده. ما تقوليش كده، امال خير ربنا كتير والحمد لله. هي الفراخ فين؟ فين الفراخ؟ اتفضل يا ابونا. حاضر اتفضل. هنتعبك يا جود سابونا. اتفضل اتفضل يا ابونا. اتفضل تعال، الفراخ هنيجي. اتفضل. بركة ربنا تحل بالفراخ وبالبيت كله. دقيقة واحدة يا ابونا، دقيقة واحدة بس. دي عشان الكنيسة يا ابونا. مقبولة منك يا ام فؤاد، ربنا معاك. شكرين يا ابونا. يا حبيبي اديت لابونا المليم وسبت معايا الشيلين. ابونا خير خبر ايه؟ انا غلطت يا ابونا، اديتك المليم بدل الشيلين. الحمد لله، نصيب الكنيسة جه كده. ما يصحش يا ابونا. اتفضل يا ابونا اتفضل. اللي بقوله هو الصح. يا معلم وزن لي رطل ونص من الموزي، وانا راجعه من السوق هاخده معايا. انا يا مقدسه تعيش. لعلع يا ملعلع، معايا الشاي المنعنع. تشكر يا شاي عظمة. المتين لسيد المعلمين. تشكر. بس الحساب تجل يا معلم. اخلع اخلع يا معلم، الحساب تجل. ماشي يا معلم ماشي. كيفك يا معلم فؤاد؟ اللحمة جاهزة يا جود سابونة. طب كويس، تشكر. طيب دلوقتي لو اكتشف الملعوب ابقى اقول له اللفة اتبدلت بلفة تانية، وما اشوف المكشوف عنه الحجاب ايه. ابراهيم يا ابو ابراهيم. ابراهيم ايوه يا ابونا. كيفك يا ابو ابراهيم؟ الحمد لله، نشكر ربنا. لسه برضه بتبكي؟ معلش يا ابونا، دي الحاجة الوحيدة اللي بتريح قلبي. وعينيكي ارحم عينيكي. محدش بياخد غير نصيبه يا ابونا. وكمان ربنا ادانا عقل عشان نحافظ على النعم والمواهب اللي اداها لنا. انا هتقوم اطبخ لك اللحمة دي يا ابونا. ايوه غير الموضوع، ماني عارفك. يا رب صبرها وحزين. اخبار اللحمه ايه يا ام ابراهيم؟ زي الفل يا ابونا. نفسي اكلها مع باميه بالدمعه من ايدك المبروكه. ده انت الخير والبركة يا ابونا، ده انت الخير كله. هو عارف ان انا عاملة بامية منين؟ فين كبريت يا ولدي؟ يا اخي انا فضيلك، ما تروح يا اخي. غوص يا باي. الحقني يا ابوي، الحقني يا ابوي، الكشك مولع. حريقة
اديهم اللحمه يا ولا. قد اللي معانا. اشكر. لحمة عم فؤاد حلوة. الشاي الاستباحه ولا عظمه. حمامة يا معلمي. كيفك يا معلم فؤاد؟ اهلا اهلا يا جود سابونه. ها اخبار اللحمه بتاع المره اللي فاتت ايه؟ يا سلام، تسلم يدك. ام ابراهيم بتدعي لك. تدعي لي عليه؟ خلي الرطلين عندك، اخلص مشاويري واعدي عليك وانا مروح اخدهم معي. ما تتعبش نفسك يا جود سابونه، انا هوصلهم لحد باب البيت. انا اصلي عازم نفسي عنديكم على الوكل النهارده علشان ادوق بنفسي لحمتي من يد ام ابراهيم. واخد بركتك يا جود سابونه. كيفك يا ام ابراهيم؟ اهلا يا بابا. اتفضل يا معلم. زي فضلك يا جود سابونه. نهارك سعيد يا ام ابراهيم. نهارك سعيد يا اللحمه اهي. وتعب روحك وجايبها لغايه هنا بنفسك يا ابني. تعبكم راحه، انا عازم نفسي عنديكم. اهلا وسهلا، تشرف يا ابني. حالا الاكل هيكون جاهز. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل يا معلم فؤاد، اتفضل. محتاج عزومه ولا ايه؟ هي دي اللحمه اللي جبتها لكم دلوقتي؟ امال ايه؟ ايش حل لو ما كنتش انت اللي جبتها بيدك؟ جرى ايه يا معلم؟ هو في جزار غيرك فيكم غريب؟ لحمتك دي دايما زي الفل. كل مره بتبقى بالشكل ده؟ جرى لك ايه يا معلم فؤاد؟ انت مش عارف لحمتك ولا ايه؟ كل مره بتبقى احسن من التاني. انت بتتوصى بينا اكتر من اللازم يا فؤاد. مالك يا فؤاد؟ مالك بتبكي ليه؟ بتسأل أسئلة غريبة وعجيبة، في ايه؟ سامحني يا ابويا، سامحني. أنا غلطت في حقك، أنا حرامي. في ايه بس يا ابني؟ ايه اللي جرالك؟ ما كنت كويس. أنا عمري ما كنت كويس، أنا كنت حرامي، كنت لص. اهدى بس اهدى، اهدى وقول على اللي تعبك. كل مرة كنت بتيجي عشان تاخد اللحمة من عندي كنت ببدلها بالعظم بعد ما بتمشي، وأقول في عقل بالي مش هياخد باله، وما خدت بالك هتتحجج وتقول يمكن اتبدلت غلط. أتاري ربنا هو اللي كان شايفني، سامحني. عشان كده طلبت تيجي تاكل معانا عشان تتأكد من العظم اللي بناكله. ايوه يا ابونا، سامحني سامحني. سامح ربنا يا ابني. اللي بيعامل ربنا مش بيعامل بشر. اطلب منه بحرارة انه يسامحك. ايوه يا جود ابونا، شفت بعيني ومحدش قال لي، بس انت لو سامحتني ربنا كمان هيسامحني. اعمل معروف، سامحني يا ابني. انا عمري ما دنت حد، لا تدين لكي لا تدانوا. اطمن، ربنا اداك درس عمرك ما هتنساه، واحنا ادانا احسن لحمه. لكن كل اللي اقدر اقوله لك ما تستعجلش على العظم. كلنا هنبقى عظم، المهم الروح. خلي بالك من روحك، هي الأهم، ويسيبك من اللحمة الفانية. أنا مش مصدق، ده إيه السيرة العطرة المقدسة دي؟ أنا ما كنتش متصور بصراحة إني هلاقي مادة صحفية مثيرة ومبهرة بالشكل ده. الحقيقة كان في معجزات كتير تمت على إيد القديس، ودي كان سبب في فرح وسعادة ناس كتير حصلت معاهم المعجزات. وبالرغم من كده كانت حياته هو شخصيا سلسلة من الآلام والتجارب. طبعا فقده لابنه كان محنة فظيعة. وإن كان على أبونا ياسر فهو حمل صليبه بفرح، لكن امراته هي اللي ما احتملتش وفضلت تبكي لغاية ما فقدت بصرها، وفضل هو يخدمها لغاية ما تنيحت. كان ربنا مديله إيمان وسلام، وكان دايما يقول مع داود النبي: أما أنا فصلاة. يعني حياته العملية كانت قدوة لكل الناس، وعشان كده كل أهل كوم غريب أكيد كانوا بيحبوه. وتنيح القديس أبونا ياسر بهدوء الملائكة في 10/6 سنة 1962،
وأثناء تكفين جسده الطاهر الناس بره هتتجنن كلهم عايزين يمشوا في الجنازه. ادي احنا بنحاول نلبس ابونا مشرقي. يبقى ما فيش غير ان القديس نفسه يساعدنا. انت راجل بركه يا ابونا جرجس. ساعدنا يا ابونا ياسا. ساعدنا يا ابونا ياسا. ساعدنا يا ابونا ياسا. انا لسه ما شفتش النور اللي قالوا عليه. أنا شفته رابع يوم اللي نيحته السلام لحلو ابونا ياس. ايه شفت ايه؟ ما تحكولني. كنا قاعدين في الظلمة وفجأة لقينا قبر ابونا ياس منور نور ما بعده نور. صدقوني يا اخوات. والنور ده كان جاي منين؟ ما تعرفوش جاي منين؟ انا اول امبارح شفت النور خارج من القبر نفسه. كان شكله ايه؟ كان طبيعي قوي، ده حتى نور الحته كلتها. ربنا يوعدنا ونشوف المعجزات دي. شايف اللي انا شايفه ولا بيتهيألي؟ ده هو ابونا ياس. ابونا ياس طلع من القبر وبيبص علينا. تعالى بينا اما نقول لهم. انت متاكد انك شفته؟ زي ما انا شايفك دلوقتي. مش هو بس شاف، انا كمان شفت. عموما هنشوف. يلا بينا يلا بينا. مش قلت لكم بيتهيأ لكم؟ يلا بينا نرجع. يلا احنا نصدق كلام عيال ولا ايه؟ العيال احباب الله. ده كان هنا ادي الوكيت. ادي القبر قدامكم اهو. اذا كنتوا شايفين حاجه قولوا لي وانا اول واحد هفرح. يلا بينا. انا مش عارفه ايه اللي جرالك يا ماري. اين مصابتك يا حبيبتي؟ الدواء المسكن اهو. يا ابني دي خدته من ساعه واحده بس. هي تفضل تبلبع في برشام طول النهار ولا؟ امال هنعمل ايه؟ هنسيبوها تتنفض كده؟ ما هو لو نعرف سببه ايه، الا دكاتره مش عارفين عندها ايه. معلش تاخد برشامه تانية. يا حبيبتي يا بنتي، اشحالها كانش الدنيا حر يا ماري. الله، أنا عاوزة أعترف يا أما. تعترفي؟ تعترفي بإيه يا بنتي يا حبيبتي؟ أيوه باسم الصليب. أنا بقالي مدة طويلة قوي ما اعترفتش. بكرة تخفي وتبقي زي الفل وتروحي الكنيسة وتعترفي يا ماري. يا بكرة الحد. إيه أنا هروح الكنيسة وأتناول. انا ممكن بكره اجيب لك ابونا بعد القداس تعترفي له ويناولك. بعد الشر يا ابني، هي هتروح بنفسها. وهي لو تقدر تروح ما انا محبب عليا. ان شاء الله هتروح ببركة القديس ابونا ياسر. اخ لو كان ابونا ياسر عايش. ما هو لسه عايش في وسطينا. عايش وسطينا؟ اسم الله عليك يا حماتي. انا لسه ما اتجننتش يا ابني. ايوه ابونا القديس عايش في وسطينا بروح. شايف؟ مجرد ذكر اسم ابونا ياسر
خلاها بدت تهدى ازاي؟ الحمد لله، اشكرك يا رب، بقت احسن. تصبحي صباح العافيه يا ماري يا بنتي، نسيبها ترتاح شوي. يا رب يسوع المسيح، الدكاترة احتاروا في مرض ماري، اشفيها انت يا رب، اشفيها انت يا رب. يا رب يسوع المسيح، بنتك ماري عيانة وتعبانة قوي يا رب، ملس عليها بيدك يا رب واشفيها يا يسوع. كان نفسك تعترفي عندي ولا انا ما ينفعش ابقى اعتراف ليكي؟ ما تقوليش حاجة. سلام الله عليك يا ابو ناس، أنا خفيت. أيوة أنا خفيت، أنا مش حاسة بحاجة خالص. أما ياما تعالي ياما، أنا خفيت. أبو ناس زارني في المنام واعترفت على إيده. تعالي ياما. سلام الرب عليك يا ابو ياسر. يلا يلا، لازم نقوم نلحق نلبس جوار عشان نلحق ابونا قبل القداس. يلا، ده ابونا هيفرح قوي. أما هو أنا ممكن أعترف مرتين؟ دي حاجة يا بنتي يقولها ابونا. معقولة؟ أنا في حلم ولا في علم؟ دي مرتك اللي كانت في حلم وشافت فيها ابونا ياسر وشافاها. فلت مجد اسم الرب، فلت مجد اسم الرب. ألف حمد وشكر ليك يا رب. يلا بقى جواب عشان نلحق نحضر الإنجيل ونتناول. وعجائب ومعجزاته ملهاش حصر، تملى شرايط كتير. انا اللي جابني هنا اني قريت عن الرمل بتاع ابونا ياسر اللي بيعمل المعجزات. ايه الحكايه دي يا ابونا؟ حكاية الرملة دي اللي الناس كلها بتسأل عليها، أبونا ياسا لما دفن هنا سنة 62، لأن كانت مدافن عيلة الراهب اللي بينتمي إليها أبونا كانت مكانها هنا في مدومة، وكانت المقبرة اللي دفن فيها أبونا ياسا مقبرة عادية زي أي مقبرة موجودة في المدافن اللي احنا فيها. الناس عايزين يروحوا ياخدوا بركة أبونا ياسا، فقدامهم مقبرة اللي ممكن ياخدوه بركة من عند أبونا ياسا، فكانوا ياخدوا الرمل اللي حوالين المقبرة اللي موجودة. من خلال الرملة دي حصلت مع ناس كتير معجزات، لأنهم كانوا زعلانين الأول إنهم فقدوا أبونا ياسا بنياحته، لكن الرملة دي عوضتهم إنهم بيجوا جري ياخدوا بركة أبونا ياسا، ومنها حصلت معجزات كتير. واحدة مثلا كان شعرها بيوجع وبعدين جت خدت رمل من هنا من حوالين المقبرة، الكلام ده كان سنة 80 مثلا، وابتدت تدلك فروة الشعر، رجع الشعر زي ما كان ببركة الرمل اللي موجود جنب المقبرة. لما جينا احنا رملنا المقبرة بشكلها الحالي او يعني بقت كنيسة، حرصنا ان احنا لازم نخلي رمل جنب المقبرة زي ما الناس كانت قبل الترميم بتيجي تتردد وتاخد الرمل اللي حوالين المقبرة، وكان كل رمل يتحط جنب الجسد ببركته تحصل المعجزة. أنا زيارتي للمكان غيرت فيا حاجات كتير. أنا كنت جاي من غير إيمان حقيقي بقداسة أبونا ياسا ميخائيل، لكن دلوقتي كل اللي بتمناه من قلبي إني أقف أصلي للمسيح في المقبرة اللي مدفون فيها جسده الطاهر، وحتى لو ما شفتش النور اللي بيظهر منها أنا مؤمن بيه في قلبي وعقلي، زي ما السيد المسيح قال للقديس توما: طوبى للذين آمنوا ولم يروا. يلا ناخد البركة دي.
اسمك يا رب. سلام ليك يا ابونا يسا ميخائيل. ده مش جديد، ده حقيقي. امنت بقداستك يا ابونا يسا، امنت بقداستك يا ابونا يسا. دار أنطون اسم بيرتبط بخدمة الكنيسة في كل مكان. أنتجت العديد من الأفلام الدينية لسير الآباء القديسين والكتب الروحية. دار أنطون بتهتم بإنتاج أواني المذبح بجودة عالية، وبتصل بإنتاجها لكل قارات العالم. تابعونا عبر قناتنا على اليوتيوب دار أنطون تي في، وجريدة دار أنطون الإلكترونية التي تطبع في أوروبا. دار أنطون، تاريخ من الإبداع والتميز.